الولد كان ماسك هدية وناوي يديها لبنت اللي بيحبها، لكن فجأة جه واحد وخطف الهدية من إيده ورماها على البحيرة المتجمدة. الولد جري علشان يلم الكرة البلورية من فوق التلج، لكن فجأة التلج اتشرخ وميت البحيرة المتجمدة سقط فيها في لحظة. مهما حاول يطلع ما كانش قادر يكسر التلج اللي فوقيه، ولما كان خلاص فقد الأمل طاقة طلعت من جواه. وفجأة لقى نفسه انتقل لمكتبة المدرسة، وكل الناس بصت عليه باستغراب. علشان ما يعملش مشاكل وطى دماغه وخرج بسرعة. ولما رجع البيت أبوه اللي كان سكران شافه متبهدل، وبدل ما يسأله مالك زعق له وقال له ينضف الأرض. وأول ما أبوه فتح الباب عليه الولد انتقل تاني للمكتبة. ساعتها ديفيد فهم إنه ممكن يكون صح جواه قوة، لكن لما لقى إن المكتبة كانت قفلت انتقل تاني للبيت. تاني يوم بدأ يتمرن على قدرته في الانتقال الآني. في الأول كان بيتحكم فيها بصعوبة، بس مع التمرين المستمر بدأ يتحكم فيها بدقة، وبقى يقدر ينتقل لأي مكان يقدر يشوفه. في يوم كان بيقلب في مجلة فيها صورة لمبنى إمباير ستيت، وافتكر لما أمه خدته هناك وهو صغير، وفجأة لقى نفسه انتقل آلاف الأميال وظهر فوق المبنى ده. ساعتها ديفيد فهم إنه لو افتكر مكان هو راحه قبل كده يقدر ينتقل له فوراً. ديفيد أدرك إن حياته من اللحظة دي مش هتكون زي قبل كده. أمه كانت سابته من زمان بسبب الأب، وهو بقى عايز يهرب من البيت ده تماماً. وبعد شوية وصل للمدينة الكبيرة نيويورك وأجر شقة صغيرة رخيصة، لكن الفلوس اللي معاه خلصت بسرعة. ولما اتزنق قرر يدور على أسرع طريقة يجيب بيها فلوس. دخل بنك بحجة إنه رايح الحمام، وخلى الحارس الأمني يدخله جوه. وهو ماشي جنب الخزنة ركز كويس جدا واحفظ شكلها من جوه. وفي نفس الليلة افتكر المنظر جوه الخزنة، وفجأة انتقل جواها في لمح البصر